قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بيبدأ فيلمنا بشخص عنده متلازمة اسبرجر وهو نوع من انواع امراض التوحد، وبيظهر خان هنا وهو بيبحث عن الاماكن اللي هيزورها رئيس الدولة وبيسجلها في المذكرة بتاعته، وبعدها بيتجه لمطار سان فرانسيسكو علشان يسافر. واثناء ما هو في المطار بيفضل يقرأ قرآن ويسبح، وبتلاحظ الناس اللي حواليه انه مريض، وبيجي شرطي من المطار وبيفتشوا لانهم بيبقوا شاكين فيه ان هو يكون ارهابي، وبيلاقوا معاه بطاقه مكتوب فيها ان هو مصاب بالتوحد. وبيلاحظوا هنا ان تصرفاته كلها غريبه، ولما مش بيلاقوا معاه حاجه بيفرجوا عنه وبيمشي، وبيكون متضايق جدا ان الطيارات كلها اللي رايحه واشنطن طلعت، وانه لسه باقي 7 ساعات على ميعاد الطياره الجايه، وانه مش معاه مبلغ طياره تانية، فبيضطر ان هو يسافر في اتوبيس. وبيسالوه الناس اللي راكبه معاه الاتوبيس انت ليه عايز تسافر واشنطن؟ فبيقول لهم ان هو عايز يقابل رئيس الولايات المتحدة. فبيفضلوا يضحكوا عليه وبيسألوه انت ليه عايز تقابله؟ فبيقول لهم ان هو عايز يقابله عشان يقول له ان هو اسمه خان وان هو مش ارهابي. وبعدها بنشوف خان وهو قاعد وبيكتب خطاب لواحدة اسمها ماندرا، وبيقول لها فيه ان هو بيحبها وانه هينفذ وعده ليها علشان هي تسامحه، وهو انه هيقابل الرئيس ويوصل له رسالته. وبنرجع شوية لورا في ذكريات خان، وبيعرفنا ان ابوه كان بيشتغل في ورشة صيانة عربيات، وكان بياخده معاه علشان يلعب، وهناك قدر يتعلم كل حاجة وقدر يصلح اي حاجة بايظة، لكن للأسف معرفش يصلح اخلاق ابوه اللي ما كانش بيراعي حالته وبيفضل يضربه ويعامله وحش. وكانت ام خان واللي اسمها راضية خان بتحبه جدا، لكن خان ما كانش بيحب حد يلمسه ابدا، لكنه كان بيسمح لامه تحضنه واللي كانت بتشتغل في التطريز. وبنعرف ان مفيش ولا دكتور قدر يشخص حالته. وبنعرف ان في سنة 1983 كان في حرب ما بين المسلمين والهندوس، وبيسمع خان وهو واقف في البلكونة ناس بتتكلم في الشارع وبيقولوا لازم دول يتقتلوا من غير رحمة، وبيفضل خان يردد كلامهم. وبتسمع امه وبتاخده تعلمه ان مفيش فرق ما بين مسلم وهندوسي، وان البشر نوعين، ناس كويسة بتعمل خير وناس تانية اشرار. وبنعرف هنا ان خان اسمه رضوان خان، ولما كان خان صغير في المدرسة كان الولاد بيضايقوه وبيضربوه، لكنه ما كانش بيعمل لهم اي حاجة. فبتاخده مامته وبتطلعه من المدرسة وبتوديه المدرس علشان يديله دروس، وبتتحايل عليه امه وبتقوله ان رضوان ذكي جدا وبيعرف يتكلم انجليزي كويس، فبيوافق وبياخده ويعلمه. وبيكبر رضوان مع الوقت وذكائه بيزيد، والناس كلها بتلاحظ ده وبتروح له علشان تصلح حاجتها البايظه عنده. وبيكون لرضوان اخ اسمه ذاكر، وبيكون بيغير منه لانه واخد اهتمام مامته اكتر، فبتاخده مامته وبتهديه. وبيجي الوقت اللي بيكبر فيه ذاكر وبيكون عنده 18 سنه، وبيجهز شنطته علشان يسافر يكمل تعليمه في بلد تانية. ولما بيسافر ذاكر بيكون دايما بيتواصل مع امه راضية وبيعرفها ان هو اتجوز واحدة اسمها حسينة وبتشتغل دكتورة في الجامعة بعد ما بيكون اسس شركته وامن مستقبله. وبيعرف مامته ان ورق الهجرة بتاعتها بقى جاهز علشان تروح تعيش معاه، لكنها بتقوله ان هي مش هتتحرك من مكانها من غير رضوان. فبيقول لها ان هو عمل له ورق هو كمان علشان يقدر يسافر معاها. وبعد 6 شهور بتموت مامته بسبب تضخم في عضلة القلب، وبيحزن خان عليها جدا. وبعدها بيوصل خان لواشنطن، وبنعرف ان مامته خلته يوعدها انه يصنع حياة سعيدة لنفسه. وبنشوف اخوه وبيستقبله في بيته وبيعرفه على حسينة مراته، فبتسلم عليه وبتلاحظ ان تصرفاته غريبة. وبتكون حسينة دارسة علم النفس وكانت اول حد اكتشف حالته وانه مصاب بمتلازمة اسبرجر. وبنعرف كمان ان هو مش بيحب اللون الاصفر ولا بيحب حد يلمسه، ما بيحبش الدوشة او الاصوات العالية، لكن حسينة كانت بتحاول تخليه يتغلب على تعبه وتعلمه حاجات كتير. وبتاخده جمعية المصابين للتوحد، وبتقنع ذاكر ان هو احسن من الحالات التانية وانه ذكي وانه بيقدر يعبر عن مشاعره. وبيقتنع ذاكر وبياخد خان معاه للشركة بتاعته وبيعرفه على كل اللي فيها، وبيعينه موظف مبيعات علشان ينزل ويبيع منتجات الشركة. وبالفعل بينزل ويسوق المنتجات بشكل كوميدي، وبيوصل كوافير وبيفضل يتريق على المديرة، فبتضحك واحدة وبتلفت انتباهه بصوتها لما بيشوفها. وبتتطبق معانا هنا نظرية الفيزياء، وهي ان في اصوات بتزود من ضربات القلب. وبتطلع دي بقى يا سيدي اللي كان بيكتب لها الجواب وبيحبها جدا واللي اسمها ماندرا. وبنشوف خان وهو بيتكلم في نص الكوافير وبيعرفهم على نفسه وانه عنده متلازمة توحد وبيسوق للمنتجات، وبتسمح له يعرض عليهم الحاجة اللي معاه وبتشتري منه المنتجات اللي معاه، وبيفضل يراقبها كل يوم ويبص عليها، وبيروح اي مكان هي موجودة فيه. وبقى بيلبس وردي زيها علشان الست قالت ان اللون ده بيليق عليها، وكل ما بيروح يبيع منتجات الشركة هي بتشتري منه، وبتقنعه مع الوقت ان
هي تقص له شعره وبيسمح لها ان هي تلمس شعره عادي، وبعد ما بتخلص له شعره بيعرض عليها الجواز، لكن هي بتاخد الموضوع بهزار. وبيجي لها تليفون من واحد اسمه سام وبتقول ان هي بتحبه وهتروح له البيت، وبنكتشف ان سام ده ولد صغير وبيطلع ابن ماندرا، وبنشوفها وهي بتوصله للمدرسة وبعدها بتروح الكوافير اللي هي بتشتغل فيه، وبتلاقي خان مستنيها وبيقول لها ان هي مطلقة وان البنت اللي معاها قالت له كده، وانها كمان اتجوزت جواز صالونات وهي عندها 19 سنة، وكان جوزها بيضربها كتير وبعدها طلقها وسافر استراليا مع واحدة تانية، فبتتضايق منه طبعا، لكن خان في عالم موازي فبيعرض عليها الجواز تاني وبتفضل تطرده، لكن هو تقريبا مش بيبقى سامعها من الدي جي. وبيجي لها تاني يوم وهو جايب بلالين عشان يصالحها، لكن لما بيشوف البلطو بتاعها لونه اصفر بيتعصب جدا وبيجري وبيسيبها وبيروح يقعد في مكان هادي، فهي بتروح له وبيعرفها ان هو بيكره اللون الاصفر وبيتصالحوا بعدها، وبيعرض عليها الجواز 10 مرة، فبتقول له لو وريتني مكان جديد ما شفتهوش قبل كده في المدينة دي هتجوزك. وبيكون ابنها معاها في المحل بتاعها وبتكون مشغولة جدا ونسيت ان هي وعدته ان هي هتخرجه، فبيدخل عليها خان وبيلاقي سام زعلان جدا، فبتطلب منه ماندرا ان هو يخرج سام لانها مشغولة، وبيروحوا يلعبوا لعبة الالغاز وبيفوزوا بدبدوب. ومع مرور الوقت بتتحسن علاقة سام ابن ماندرا بخان، وبنشوفها وهي بتقابل خان وبتعرفه ان هي هتنقل هي وسام مدينة تانية بعد شهر وهتفتح محل خاص بيها، فبيطلب منها ان هي تاخده معاها لكنها بتغير الموضوع وبيمشوا. وبنرجع لخان تاني وهو في طريق سفره وبيقوله ان هو خايف من حاجات كتير، لكن اكتر حاجة خاف منها بعد ماندرا عنه. وبيدخل لوكاندا لكن صاحبها بيقوله ان هي كلها مليانة، واثناء ما كانوا بيتكلموا بيجوا ناس بعربية وبيكسروا ازاز اللوكاندا، فبيجري الراجل وراهم وبيقول عليهم ان هم ارهابيين مسلمين، وبيقول ان هو هيمنع اي مسلم انه يأجر عنده. لما قرر خان يمشي الراجل بيقول له ما تمشيش، فبيرد عليه خان وبيقول له انا اسمي خان لكني مش ارهابي. وبنعرف ان خان ده اسم بيتقال للمسلمين، وبنشوفه وهو ماشي بيتفرج على ماندرا في الكاميرا بتاعته، وبيرجع بذكرياته لما راح بيتها واخدها بهدوم البيت وطلع يجري علشان يوريها مكان ما شافتوش قبل كده، وطلعها فوق جبل ووراها السحب والشروق. والمرة دي بقى هي اللي بتعرض عليه الجواز وهو اللي بيتكسف، وبيروح يقول لاخوه لكن اخوه بيرفض وبيعارضه لانها هندوسية وهو مسلم، وبيقول له ذاكر لو اتجوزتها ملكش مكان في بيتي. وبتنتقل ماندرا للمدينة التانية وبيسألها سام لما تتجوزي هيبقى اسمي سمير كان؟ قالت له لا يا حبيبي سمير خان. وبيبدأ الترتيب للفرح، وبنعرف ان ماندرا تاني واحدة بعد مامته مسموح لها تلمسه عادي، وبتروح لهم حسينة تبارك لهم، وبنعرف ان حسينة عكس ذاكر وموافقة على الجوازة دي، وبعدها بيتجوزوا وبيعيشوا حياة سعيدة. وبنشوف خان وهو بيصلي وبيسيب ماندرا تمارس طقوسها الدينية عادي، وبيربوا سام سوا وبيفتحوا الكوافير الجديد. وفي يوم بيصحوا على خبر وحش جدا وهو تفجير برجين، وبنشوف خان وهو بيتبرع بمبلغ وبيقول لهم ان دي تعتبر الزكاة في الاسلام، وبيقول لهم ان هم شايفين ان اي واحد مسلم هو ارهابي وده بيظلم مسلمين كتير. وبعدها بيعملوا الارهابيين حملة على امريكا، وامريكا بدأت تعارض الاسلام واي حد مسلم بيضطهدوه، حتى الستات المحجبات بقوا يقلعوا حجابهم علشان ما يتعرضوش لاي هجوم، وانتشر التحفيز العنصري حتى الباص ما بقاش بيقف لسام. وفي المدارس بيعلموا الاولاد ان الاسلام بيحث على القتل، وبسبب ده بيتعرض سام للسخرية من زميله، لكن صاحبه بيفضل جنبه وبيقول له يعرف والدته، لكن سام بيقول له ان مامته مش متحملة زيادة وان هو مش عايز يزعجها، وكمان الكوافير بتاعها بقى فاضي بسبب خان لانه مسلم. وبتتعرض حسينة للهجوم من المدير بتاع المدرسة اللي بيشد حجابها واللي بتشتكي لذاكر وبتعيط، وبيقنعها ان هي تقلعه وما تلبسوش تاني. وبتروح ماندرا وخان يزوروا حسينة وبيسمح لها ذاكر تدخل، وبيطلع علشان يدخل اخوه لكن خان بيرفض، وبيعيط ذاكر وبيحضنه خان اخوه وبيقول له ان انت اخويا، وبكده بيكونوا اتصالحوا بعد سنين. بتروح ماندرا تقدم على شغل، لكن لما بيعرفوا ان لقبها خيانة علشان جوزها مسلم مش بيقبلوها في الاول، لكن في النهاية بتتوظف. وبنرجع تاني الخان اللي بيبقى مستني موكب الرئيس واللي بيبقى متكون من 12 عربية، لكن ما بيعرفش هو موجود في انهي واحدة، وبيخلص الموكب ومش بيقدر يقابل الرئيس. وبنرجع لماندرا واللي بيجي لها تليفون من سارة جارتها وبتقول لهم ان جوزها رايح يغطي الحرب في افغانستان، فبيروحوا ماندرا وخان يواسوها ويسلموا على جوزها قبل ما يسافر. وبعد شهر بيرجع جوزها مارك ميت وبيتدفن، وفي نفس الوقت بيروح سامي يواسي صاحبه ريس، لكن ريس بيزق ايده وبيمشي لانه مفكر ان المسلمين السبب. وبنشوف خان هو جايب لسام كوتشي جديد، لكن سام بيتعصب عليه وبيوقعه على الارض، وبالليل بيروح يعتذر له وبياخد الكوتشي. وتاني يوم بنشوف ماندرا وهي بترقيه قبل ما يروح المدرسة،
المدرسة. وبتفضل مندرة تهزر مع خان وتضحك، وبيقول خان ان دي كانت اخر مرة شاف او سمع فيها ضحكة مندرة. وفي ملعب تدريب الكورة بتاع سام كان رايح لريت علشان يتكلم معاه، وبيفضلوا يزعقوا مع بعض. وبيدخل ولد تاني من شلة بايظة وبيفضلوا يضربوا في سام بالكورة في صدره، فبيردها له سام في وشه. فرجعوا تاني وفضلوا يضربوا سام ومنعوا ريس يدافع عنه. وبعدها واحد بيشوط الكورة في صدر سام بقوة، وبيقع سام على الارض، وبيهدد الولد ريس انه لو اتنطق هيعمل له مشكلة. وهنا بتظهر مندرة وخان مع سام في المستشفى، وبيحاولوا معاه الدكاترة يلحقوه لكن للأسف بيموت. وبعدها بتاخده تغسله في مشهد محزن جدا، وتلاقيه مخبوط في صدره، وبتعرف ان في حد هو اللي قتله. وبيجي الشرطي بعدها وبيقول لها ان هو اتقتل بدافع شخصي وعنصري، وانهم بيحاولوا يلاقوا المجرم. وبتروح مندرة للملعب في المكان اللي اتقتل فيه ابنها، وبيروح وراها خان، وبتفضل تتخانق معاه علشان هو السبب لانه مسلم، وبتقوله ان هو السبب في موت ابنها لان لقبه كان خان. فبتطلب منه انه يمشي، فبيطلب منها ان هو هيرجع امتى. فبتقوله لما الناس كلها دي تعرف انك مش ارهابي، ويعرفوا ان ابني مات ظلم. وطبعا الناس دي كلها تعرف لما رئيس الدولة يعرف ويقول لهم. وبيروح خان البيت وبيكتب رسالة لمندرة وبيعلقها على التلاجة، وبيلبس كوتشي سام اللي كان جايبه له، وبيقرر يروح لرئيس امريكا علشان يقول له ان هو اسمه خان وان هو مش ارهابي. وبيفضل يمشي على رجله وقت طويل، وبيركب اتوبيس السفر. وبتفضل مندرة تتابع مع الشرطة عشان يلاقوا القاتل. ولما خان مش بيلاقي معاه فلوس كفاية يكمل سفره بيها، بيكتب على يافطة ان هو ممكن يصلح اي حاجة مقابل الفلوس، وبيقف بيها على الطريق. وفعلا بيصلح حاجات كتير وبيسافر، وبيوصل لكنيسة يتبرع فيها بفلوسه للفقراء في افريقيا. وطول ما هو مسافر بيفضل يصلي. وبنرجع تاني لخان وهو قاعد بيكتب، وبيجيله ولد وبيقع من على العجلة بتاعته قدامه، وركبه بتتعور، وبيطلب مساعدة من خان، فبيشيله وبيوديه لمامته. فأم الولد بتشكره وبتحضنه وبتغسل له هدومه، وبتأكله وبتحكي له عن ابنها اللي مات في حرب في العراق. وبيحكي لها هو كمان عن سام، وبيروح معاها الكنيسة لحفلة تأبين الشهداء اللي ماتوا في العراق. وبتاخد صورة لسام وبتضيفها لصور الشهداء، وبيفضلوا يغنوا أغنيته اللي بيحبها سوف نتغلب على الظروف يوما ما. وبنشوف مندرة وهي بتروح الملعب بصورة ابنها علشان اللي يعرف اللي قتل ابنها يتكلم، لكن ريس بيخاف يقول لها وبيمشي. وبنشوف خان وهو بيودع الولد وامه. وبنرجع تاني لمندرة وبنشوف الضابط وهو بيقول لها ان هم مضطرين يقفلوا القضية ضد مجهول لانهم ما لقوش القاتل. فبتنهار مندرة علشان بتحس ان حق ابنها ضاع، وبتروح تطبع ورق مكتوب فيه مين اللي قتل سام خان، وبتوزعه على كل اللي في المدرسة والبيوت. وبيوصل خان للوس انجلوس في الحرم الجامعي علشان الرئيس هيوصل هناك، وبيكون وصل قبله ب3 ايام علشان يقدر يقابله المرة دي. وبنشوف خان وهو بيصلي في مسجد هناك، وبيسمع واحد اسمه دكتور فيصل وهو بيحس المسلمين على القتل والجهاد. فبيتضايق خان وبيقطع كلامه، وبيقول له ان ربنا ما امرش بكده، وان ربنا امرنا بالرحمة مش بالحرب. فالناس هنا بيستغربوا من كلامه وبيقتنعوا بيه، وبيقولوا على الدكتور ده انه كذاب وشيطان. وبعدها بيطلع يتصل على حسينة وبيطلب منها رقم البوليس، وبيكلمهم وبيبلغ عن فيصل. وبعدها بيروح الحرم الجامعي علشان يقابل الرئيس، وهناك بيكون في صحفيين كتير، وبيفضل ينادي خان على الرئيس لكن محدش بيسمعه غير الصحفي اللي بيصوره. وبيفضل يقول لهم انا خان، انا مش ارهابي. ولما الناس سمعت كلمة ارهابي الدنيا اتقلبت وانقضوا عليه وضربوه. وبيقرر الصحفي انه يذيع الفيديو بتاع خان، وبيقول عليه ان هو راجل غريب، وانه فضل يكرر كلمة انا مش ارهابي اول لما الرئيس وصل. وبيفضل الصحفي يتكلم مع زميلته وبتقوله ان هي خايفة من قصته علشان هو مسلم، وبيقرر الصحفي ان ده يكون موضوعه وتشاركه مع زميلته. وهنا بيظهر خان وهو في طريقه للسجن بعد ما اتحكم عليه انه ارهابي، وبياخدوه يحبسوه. وبيفضل الصحفي ده هو وزميلته يفتشوا وراه علشان يجمعوا معلومات عنه. وبنشوفه وهو في السجن هما بيفضلوا يعذبوا فيه، وشوية يعلوا له درجة الحرارة جدا وشوية يبردوها جدا. حتى ميعاد الصلاة ما كانش بيعرفه، لكنه كان بيصلي كل ما يحس انه خايف علشان يطمن. وبينتشر فيديو خان في اخبار التلفزيون، والدنيا بتتقلب، وبيعملوا لقاء مع اخوه ومراته، وكل الناس بتطلع تدعمه. وبيلاقوا ان في مسلمين كتير كانوا مظلومين بسبب الارهاب وان هم ملهمش يد فيه. وبيشوف رئيس الاخبار وضميره بينقح عليه شوية، والكل بقى بيحاول يثبت براءة خان. الناس اللي قابلهم في سفره وجمعية التوحد، حتى مندرة كانت هتتجنن عليه. ووصل للشرطة مكالمة مسجلة لخان وهو بيبلغ عن فيصل ومجموعته علشان ارهابيين وبيتقبض عليهم. وبعدها بيطلع خان براءة، وبيخرج من السجن وبيلاقي كل اللي بيدعموه في انتظاره. لما بيطلع لمكتب الضابط بيشم ريحة عطر مندرة، وبيعرف ان هي كانت هنا، وبيخرج يشوفها لكنه مش بيرضى يسلم عليها
فيها لانه لسه ما وفاش بوعده ليها. وبعدها بنشوف كل واحد من المسلمين قدر ياخد مكانته تاني، حتى حسينة رجعت الجامعة بالحجاب. وبيسمع خان في التلفزيون وهو ماشي ان ولينا البلد اللي قابل فيها الولد الصغير ومامته غرقت، فبيسافر لهم وبيلاقي البلد كلها غرقت فعلا. وبيروح للكنيسة برغم كل ده، لكنه بيلاقي فيها ناس عايشين لكن كلهم بيبقوا مصابين. وبيلاقي ماما جيني وابنها عايشين، وبيقع سقف الكنيسة على اللي موجودين جوه. بس بيوصل الصحفيين وبيبقوا جايبين معاهم شوية معونات، وبيلاقوا خان شغال مع الناس وبيصلحوا السقف. وبيتشهر خان بعدها، وبنلاقي اخوه ومراته وناس كتير جايين علشان ينقذوا الناس اللي في الكنيسة. وبنشوف الصحفيين هما بيعملوا حوار معاه وهو شغال مع الناس، وبيسألوه ليه كنت عايز تقابل الرئيس، فبيقول لهم عن السبب وان اسمه خان وان هو مش ارهابي. وبيقول لهم ان الكوتشي اللي معاه دلوقتي واللي هو بتاع ابنه سام هو اللي قدر يخليه يمشي كل ده، وان الكوتشي ده كان جايبه لابنه علشان يلعب مع صاحبه ريس. وبيكون صاحبه شايفه وبينقع عليه ضميره تاني، وبيقرر يروح لام سام علشان يعترف لها باللي حصل. وبيعترف ريس للشرطة، وبيتقبض على كل الاولاد اللي عملوا كده، لكن بتطلب من الشرطة ان هم يخففوا عنه العقوبة. فبيشكرها، لكنها بتقوله ان هي عملت كده علشان مامته مش علشانه. ووقتها بتحس بالفرحة انها رجعت حق ابنها، وبتروح تطير بلالين في نفس مكان موت سام. وهنا بيقرر خان انه يسافر علشان يلحق الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية، لكنه بيتفاجئ بمندرة وراه. وقبل ما يقربوا لبعض بيجي واحد من اللي كانوا في المسجد اللي بلغ عنهم خان، وبيطعنوا بسكينة وبياخدوا خان على المستشفى. وفي نفس الوقت بيفتكر خان كل اللي حصل معاه، وبيفتح عينه بيلاقي مندرة في وشه وهي ماسكة مذكراته وبتقراها وبتعيط وبتعترف له بحبها. وبيطلع خان من المستشفى لكنه بيرفض يروح بيته قبل ما يقابل الرئيس، وبيقول لمندرة ان المسلم الصح بيبقى قد كلمته ولازم ينفذ وعده ليها. وبيروح فعلا علشان يقابل الرئيس، لكنه بيكون اتغير وتعين رئيس جديد. وبيفضل الناس يدعموه لحد ما بيخرج الرئيس من العربية بتاعته وبيوافق يقابله. وبتفضل مندرة تبصله بكل فخر، وبتبقى فرحانة من جواها ان هو قدر ينفذ وعده ليها. وبكده بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.